النهارده السبت 27/7/2025. الفيديو النهارده حكوه ماشي. في عز الحر النهارده درجة الحرارة 43، وابراهيم في عز الأيالة الساعة دلوقتي 3. في عز الحر واقف مكانه وشايف شغله، بيعدي الكبير والصغير. حب الناس والعشق اللي بين الناس وبين ابراهيم ما جاش من فراغ يعني. زي ما انت شايف كده طول مدة خدمته من ساعة ما بيجي الساعة 8 الصبح لحد ما يروح بيعدي الكبير والصغير. هو ده ابراهيم صقر. شايف شغله، عربية كانت هتخش غلط رجعه. لكن المفاجأة ليك ان النهارده الاطفال الصغيرين بقوا بيتصوروا معاه. اهم من نجوم السيما عندهم. طلبة المدارس لو في رحلة، الرحلة كلها بتنزل عشان تتصور مع الامين ابراهيم. بقول لحضرتك النهارده السبت 27/7، درجة الحرارة 43، موجة حارة. ورغم كده ابراهيم زي ما انت شايفه. ابراهيم حصل على وسام الاستحقاق الرئيسي الجمهورية من حوالي سنتين. طبعا ابراهيم شهرته ما بقتش في المنصورة وطلخة، هو طبعا واقف على كوبري طلخة زي ما انتم شايفين كده. لكن هو شهرته وصلت في مصر كلها، في عموم مصر كلها. الكبير والصغير بيحبه، انسان قلب ابيض وانسان طيب. ما ينفعش ابراهيم يتنقل من على كوبري طلخه، لازم يفضل موجود هنا. الناس بتدور عليه. انا عايزك بس تبص العربيات اللي معديه، اي عربيه معديه بتسلم على امين ابراهيم. باشا محمد، ازيك يا محمد؟ مساء الفل. عايزك تشوف، بص ده واحد جاي وجاي عشان يسلم عليه ويبوسه، وقع منه كيسه. فلوس وقعت. هو احسن من الفلوس. ايهاب وقع. احسن من الفلوس. ايهاب نزل من العربيه وفلوس البضاعه وقعت منه عشان يسلم على عم ابراهيم. ايه وانا من اولاد لسه صلاحين. زي ما انتم شايفين بقول لحضرتك بقى قصه عشق في مدينه المنصوره والخارج من مدينه طلخه مع عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مع الامين ابراهيم صقر، مع شوق الجماهير فعلا. ما تشبعش وانت بتصوره، مواقف كتيره. انا عايزك بس تبص لو في راجل كبير معدي، بص ابتسامته، يعني ابتسامه ما بتفرقش وشه رغم درجه الحراره، رغم صعوبه الجو اللي هو فيه. شوف بقى هيعدي الراجل الكبير. اهو زي ما انتم شايفين هو كده طول النهار، طول النهار على كده، والست هيعديها. والله انا اولا بتمنى ابن ابراهيم يتعامل معاه لقاء، وانا حاولت اعمل معاه لقاء لكن قال لي لازم اذن من الجهات المختصه في وزاره الداخليه. بتمنى ان هم يسمحوا لابراهيم ان هو يتكلم مع وسائل الاعلام. كلنا عرفنا ابراهيم كرجل المرور المحبوب، لكن نفسنا نتكلم معاه ونتحاور معاه. بص بقى الست الكبيره بقى لمحها بس ايديها. مجرد واقف في المرور، لا ده هو خدمات معنوية وخدمات إنسانية اهو. واخد واحدة في اليمين واحدة في الشمال بيعديهم. بقول لحضراتكم قصة في مدينة المنصورة، الفيديوهات دي للتاريخ.
عم ابراهيم ده احسن عسكري مرور في جمهوريه مصر العربيه كلها. طب اقول لك حاجه، هو احسن عسكري مرور ولا احسن شخصيه؟ احسن شخصيه واحسن عسكري واحسن حاجه في الدنيا. ايه راجل اللي لافت محترم. انتباهك له؟ اللي لافت انتباهي ليه ان الراجل ده راجل محترم، الدنيا كلها بتحبه، ما يحبش يزعل حد، طريقه دايما ماشي. الله يبارك له بصراحه. النهارده ايه؟ النهارده السبت درجه الحراره 43. النهارده لحد درجه الحراره 43. وشوف في عز الحر هو واقف ما اتحركش من مكانه وما وقفش في الضله، وشغله والله اكبر عليه، ما بيزعلش ما حد. بيزعلش حد وبيشيل الكبير والصغير. اهو هيعدي الناس، ده اللي حابب الناس فيه. بيعدي الناس على رجله.